الرابع في الطريق، بين أولمبياد، بين كأس عالم للأندية، بين مونديال، وهذه كرة عرضية تلعب والأول خطيرة يا أكرد، خطيرة يا أكرد. كان التاريخ أمامك يا نايف، كان التاريخ أمامك يا لاعب مارسيليا. نايف أكرد كان أمامها التاريخ للتسجيل في المباراة الافتتاحية. الوحيد في أرضية الميدان بلندور القادم بتوقعات كبيرة لحصوله على الكرة الذهبية الأفريقية، وهذه عرضية تلعب مقوسة، خطير، رقابة رصيقة على أشرف حكيمي، وعرضية تلعب عالية على القائم الثاني، متابعة من جانبي التصوير على مستوى الأداء، لكن هذه الآن كرة ثابتة، عرضية مقوسة للداخل، رأسية خطيرة، جول، لكن تسلل من أول محاولة، وصلوا إلى شباك ياسين بونو، لكن الراية كانت حاضرة، الراية حاضرة. شوف الإعادة، شوف العرضية، شوف الرأسية والتسلل. بطاقة صفراء ثانية للاعب أعتقد لديه بطاقة صفراء أولى، أعتقد عبد اللطيف كوب لاعب ريال مدريد. الحل وأشرف حكيم تعلم كرة القدم في ريال مدريد وتسديده في حائط الصد تنتهي إلى ركني. وبهذه الأهداف الجميلة من إسماعيل صباري، لكن حتى الآن لم ينتهي. المزيد ما زال أشرف كان قريب، هذه المرة كان يبحث اللاعب الذي تمنى وما زال يتمنى. في الشوط الأول تلعب عرضية عالية وتدخل مامادو لركنية أخرى من الجهة الثانية، دخل من خلالها بلال الخنوس، ما زال أناحي أيضا موجود في دكة البدلاء. عرضية تلعب على القائم الثاني عالية ورأسية، والرابع بالرؤوس يا حمزة، بالرؤوس في أول لمسة. حمزة إكمان يكمل ما بدأه البقية، ما بدأه إسماعيل وأيوب، يكمله حمزة إكمان ويسجل في هدف جاء بالرؤوس من نايف أكرد، وضعها على رأس زميله حمزة إكمان ليسجل من أول لمسة. الرابع يأتي لمنتخب أسود الأطلس، لمنتخب المغرب. كرواني، وهذه عز الدين وناحي وتسديده، لكن حارس المرمى